كنت في الهاكستاب، والهاكستاب ده داخل في التطوير. اللي حصل انه المحافظه والحكومه عرضت بيع لبعض الافراد وتمت ازاله بعض المباني، بس بقيه الناس متمسكين بالمكان، مرتبطين بيه عاطفيا، لان هو المكان ده اساسا كان بعد حرب 67. دول كانوا ناس اساسا مقاتلين في الجيش المصري، ونتيجه للحرب تم تهجيرهم للهاكستاب. حتى هم بيسموهم العرايشيه، لان هم اتهجروا من العريش للمنطقه دي وسكنوا فيها. فضل وضعهم كده لغايه اوائل التسعينات. صنفوا بدل منطقه عشوائيه لمنطقه ان هي يعني قبل انها يعملوا تصالح، يعني يقننوا اوضاعهم. فالناس هناك دفعوا فلوس عشان يشتروا الشقق بتاعتهم اللي كانت متخصصه لهم قبل كده، وبعدين رجعوا بعد شويه فلوس عشان يقننوا الارض غير المباني. هم من نفسهم من جيبهم الخاص تحملوا برضو فوق طاقتهم ان هم اللي بقوا يصرفوا على دخول الخدمات والمرافق وعلى تنظيم الشوارع والمنطقه. فالناس دي استثمرت في المنطقه ومرتبطه بيها نفسيا وعاطفيا، يعني ليها تاريخ، ليها ابعاد انسانيه واجتماعيه. فبرضو ما ينفعش ان يجي في التطوير نقول للناس دي انا هشيلكم من هنا هحطكم في حته تانية هعوضكم، يعني فاهم قصدي ازاي؟ فلازم برضو يبقى في نقاش. هم قاعدين في حاله ذعر، مش عارفين ايه اللي هيحصل لهم.